جربتي تعمليه ومن غير بيض ولا لبن تقليه وتاكليه؟ تعالي نشوف الطريقة بتاعتنا وعملناها ازاي بكل بساطة. عملنا ايه النهاردة؟ عملنا قرنبيط، بس عملناه من غير لبن ولا بيض، وزي ما انتي شايفة كده طلع جميل ازاي وحلو. ما شاء الله، صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. هنبدأ الفيديو بتاعنا، وقبل ما نبدأ الفيديو هقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة هنعمل وصفة القرنبيط بتاعتنا الحلوة الجميلة دي. سهلة جدا جدا جدا، مفيش تكلفة خالص، وهتشوفوا بنفسكم. وهنشوف الطريقة عملناها ازاي من غير ولا بيض ولا لبن، والكفر بتاعنا جميل ومش واقع من على القرنبيط ولا اي حاجة. جبت بقى القرنبيطة دي بكام يا ستي؟ ب10 جنيه. تمام. حلوه وجميله ازاي. وعايزه اقول لكم بقى قطعتها ايه، قطعت الوردات بتاعتي صغيره كده. انا بحب اقطع وردات القرنبيط تكون صغيره ما تكونش كبيره، علشان كلها تستوي معايا سوا واحد. خلاص، هبتدي بقى ان انا احطها كده في طبق وهغسلها غسل مبرح تحت الحنفية على مية جارية، علشان خاطر اتشيل منها اي شوائب اي طينة اي حاجة خالص. وهجيب بقى حلة كده على النار بعد ما شطفنا القرنبيطة بتاعتنا، وهنحطها في الحلة. وهبتدي ان انا احط كمون واحط شوية ملح، وعليها بقى ايه، بمية مغلية. تمام. وهبتدي بقى بعد ما هحط المية المغلية بتاعتي كده هشغل عليها النار. وبصراحة انا بحب ان انا ازود السوا شوية في القرنبيطة بتاعتي، يعني بدل ما هتاخد غلوة بخليها تاخد غلوتين. وبعدين ببتدي ان انا اطلعها في مية ساقعة كده. وبعدين برضو بشطفها تحت الحنفية علشان اوقف السوا بتاع القرنبيط بتاعي او الكرنبيط. هبتدي بقى بعد ما غسلتها وصفيتها هجيب كوبايه من الدقيق، وهحط عليها دي توابل بتاعه بطاطس من كنور بتتباع عند العطار، الكيس ب2 جنيه. جبت كيسين وحطيت كيس بيكنج باودر، وحطيت شويه فلفل اسود وشويه كركم صغيرين عشان تديني اللون اللي انت شفتوه في الاول ده، وهحط شويه ملح. هبتدي بقى ان انا اقلب كده، وهنزل بالميه بالتدريج. هعمل العجينه بتاعتي او الكفر بتاعي ده زي كده العجينة او الكفر اللي احنا عملناه في التشيكن ستريبس. ولا هي تقيلة ولا هي خفيفة، زي البانكيك كده، زي العجينة بتاعت الكيكة. تمام. هبتدي بقى ان انا اقلب كده كويس لحد ما اوصل للقوام اللي انا عاوزاه، وبزود الميه ايه واحده واحده كده بالتدريج. صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، واخبطوا اللايك عشان اللايك ما بيكهربش. هبتدي ان انا اقلب كده لحد ما اوصل للقوام، وهوريكم دلوقتي بالمعلقه اهو. بصوا لازم تتبع تسيب اثر في المعلقه كده، يبقى كده تمام. العجينه بتاعتي حلوه وزي الفل. خلاص يا ستي، هبتدي بقى ان انا اجيب القرنبيط، طبعا مصفينه كويس في المصفى زي ما انتوا شايفين كده، وشطفناه طبعا ما بقاش سخن خالص. هبتدي ان انا احط حبه حبه كده واقلب. انا بصراحه ما كنتش هعمل القرنبيطه كلها. قلبت بقى كله كده لحد ما العجينه زي ما احنا شايفين التتبيله دي تغلغلت كده جوه القرنبيطه. سبتها بقى في التلاجة شويه، وحطيت كوبايه ونص من الدقيق، وحطيت عليها كيس واحد فيجيتار حار. تمام. كل ما بتزودي في الدقيق كل ما بتزودي في الفيجيتار عشان يديكي طعم حلو. وهبتدي احط شويه ايه، ملح كده صغيرين. كيس الفيجيتار ده بكام؟ ب3 جنيه. احنا كده اهو ما كلفناش حاجه خالص. تعرفوا ان هي مش مكلفه، ولا بيض بقى ولا لبن ولا اي حاجه. اللبن ب20 جنيه والبيضايه ب3 جنيه. طب وليه يعني؟ ليه ما نعملها اهو؟ طريقتها حلوه وجميله ومقرمشه، وكمان طعمها بتفكرني بكنتاكي وانا باكلها. جبت بقى كده بوله، وحطيت فيها زي ما قلت لكم الدقيق والفيجيتار، وحطيت عليها القرنبيط بتاعي، وابتديت اللي انا اغطي واقلب كده كويس جدا. اقعدي قلبي فيها يمين وشمال، هتطلع معاكي الكفر بتاعها تحفه بجد. بصوا شكلها عامل ازاي. عايزه اقول لكم انا ما كنتش ناويه ان انا اعمل القرنبيط كله، بس بعد ما دقناه بصراحه عملت القرنبيطيه كلها وكلناها بالف هنا وشفا اللي كل. جبت بقى زيت غزير معايا، مش غزير قوي ولا قليل قوي، تمام، وسخنته. وابتديت اللي انا انزل بالقرنبيط كده معايا. بصوا شايفين بقى لونه، هو يعني لونه بيتكلم عن نفسه بجد. تحفة تحفة بجد. اللهم صل على سيدنا محمد. حاجة كده في منتهى الجمال. وبصراحة أول مرة أعمل قرنبيط وما يكلفش معايا كتير، ودبكته كمان ما كانتش كتير، بحس إن مفيش دبكة يعني في الموضوع. بصوا بقى شايفين شكله عامل ازاي. تحفة بجد يعني. فراخ كنتاكي مفيش كلام.
عايزه اقول لكم ان انا بحب ليه اسويه شويه على النار عشان خاطر الحته اللي تحت الناشفه دي تكون زي الحته اللي فوق طريه، يكون كله زي بعضه، لان انا عيالي مش بيحبوه ناشف، علشان ياكلوه كده كل القرنبيطيه ما يسيبوش منها حاجه. بصوا بقى، سمعتوا طبعا الصوت، شايفين بقى الجمال والحلاوه. وكمان عملت جنبه شوية طحينة، ممكن تعملي جنبه طماطم مخللة او اي حاجة تاني. بصوا شايفين الكفر ثابت عليه ازاي وجميل. تعالوا بقى لما ندوق مع بعض ونشوف طعمه عامل ازاي. شايفين الجمال؟ لا لا، شوية طحينة بقى، روعة روعة روعة. بس بقى كده يا ستي، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ده كان الفيديو بتاعي النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. وكان معاكم اكلات ام ادهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.